السلام عليكم. انا جايبه لكم ايه النهارده؟ بصل فرعوني، حلف بر، عشبة الارنب، جايبه لكم بصل ابيض، حنظل، جايبه لكم حاجات غريبه جدا النهارده. يلا تابعوا الفيديو، متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه. حلوين، يلا بينا نبدا. النهارده عندنا ايه؟ عندنا عشبه اسمها عشبة الارنب. ايه عشبة الارنب دي؟ حاجه كده لحصوات الحصوات والاملاح بتاعت الكلى، حاجه كده مهمه جدا. وعندنا حلف بر اللي انتوا شايفينه ده، دي حاجه كده معالج للكحه، اعشاب، كل دي اعشاب من عند العطار. والبرد طبعا، يعني هي حلف بر بتاعت الكحه والبرد والصدر، امراض الصدر. اما ده بقى اسمه الحنظل. ايه الحنظل ده بقى؟ حاجه كده لخشونه الركبه وللكعب والرجلين والروماتيزم. شايفين في لوز طبعا اللي هناك الكبير، اللي هناك الرفيع اللي جنب اللوز ده اسمه كف مريم، للامراض والاعراض الشهريه للستات، مش للرجاله خالص. طبعا زي ما انتم شايفين في بقى حاجات كتير جدا، في مكسرات وجمل. اما البصل الفرعوني ده بقى خطير جدا. بيقولك ايه؟ البصل الفرعوني ده حلو قوي لخشونة المفاصل. بيقولك ايه؟ تاخدي الورقة بتاعته تشمميها كده النار وتحطيها على الركبة بتاعتك لو هي وجعاكي، وتربطيها وتنامي. ده البصل اللي هو الايه، اللي هو البصل الفرعوني اللي قلتلكوا عليه. اما عشبة الارنب زي ما قلتلكوا لحصوات والاملاح بتاعت الكلى. شايفين؟ زي ما انتوا شايفين اعشاب رائعه جدا، اول مره في حياتي اشوفها. اما البصل الابيض يعني بصل فرعوني، ده البصل الفرعوني، لكن اللي جنبه بصل ابيض. ايه البصل الابيض ده؟ البصل الابيض اللي جنبه ده لامراض السكر. الناس بقى اللي عندها امراض السكر في الدم وحاجات كده، تغليها وتشربيها. اما ده بقى، ده اسمه التين الاحمر، التين الشوكي بس احمر. حاجه غريبه جدا. احنا فين بقى يا جماعه؟ احنا في مطروح. طبعا الفيديو ده متاخر جدا. احنا في مطروح عند سوق ليبيا. طبعا هناك في عطارين، حاجات بقولك اول مره اشوفها في حياتي. ايه ده؟ ايه الحاجات الجميله دي؟ وطبعا زي ما انتم شايفين البياعين في كل حته. عملت لكم جوله كبيره جدا داخل سوق ليبيا الجميل ده، وجبت لكم حاجات كتيره جدا مفيده. ان شاء الله هنزل لكم بيها في الفيديو الجاي. زي ما انتم شايفين عدينا على كام عطار كده عشان نبص تاني ونشوف هي نفس الحاجات. لقيناها برضو البصل الفرعوني. بص منظره بجد رهيب جدا. شايفين؟ والبصل الابيض، شايفين البصل الابيض؟ مش البصل الابيض بتاعنا، لا ده نوع تاني. بصي البصل الفرعوني شكله ايه. بصراحة عندهم حاجات كتير جدا. والله الصابون، مشهورين جدا بالصابون والحاجات والزيت الزيتون. شايفين اللي تحت ده بقى؟ شايفين البصل شكله ايه؟ شكله غريب جدا. بيقولك تقشري القشرة بتاعته وتغسليها كويس وتغليها وتشربيها. ده المرضى السكر على فكرة. اما البلح اللي فوق ده بقى انواع بلح كتير جدا، وعندهم لوز امريكي وعين جمل، وعندهم مكسرات كتير جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا انواع زيت الزيتون كتير قوي. بجد كان سوق متنوع. الله، بجد كانت جولة رائعة. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. حلوين، بحبكم كتير جدا عشان اوصل لكم كل دعم.